النهاردة هنعمل مع بعض البراونيز الشهيرة. تابعوا معايا خطوة بخطوة عشان تطلع بنفس الشكل الجميل ده. نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله. هننخل كوباية دقيق، ومن نفس معيار الكوباية اللي استخدمناها نحط نص كوباية كاكاو خام ورشة ملح ومعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر. ننخل كل ده مع بعض كويس عشان نضمن ان ما يكونش فيها اي تكتلات. وفي طبق تاني هننزل ببيضتين ونص بياض بيضة. هنضرب البيض، وانا هستخدم الهاند بلندر بتاعتي عشان المضرب اليدوي بتاعي مكسور، لكن انتي تقدري تستخدمي المضرب اليدوي عادي. هنحط كوباية ونص سكر، وممكن تزودي حسب الرغبة، ونضيف معلقة خل وربع كوباية زبدة ونص كوباية زيت. ونخلي بالنا ان كل المقادير تكون بنفس الكوباية عشان نضمن ان كل المقادير تبقى واحدة ومظبوطة. نضرب المكونات دي كويس لحد ما يبقى الخليط تقيل وكريمي. هنضيف كل المكونات الجافة اللي نخلناها ونقلب كويس لحد ما يبقى عندنا عجينة واحدة بالشكل ده. وفي صينية صغيرة هندهنها زيت وعليها شوية دقيق مخلوطين بكاكاو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ننزل بالعجينة بتاعتنا في الصينية، وهو ده القوام المظبوط للبراونيز، لا اكتر ولا اقل. ندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 ونسيبها حوالي 25 دقيقة. دلوقتي هنطلعها تبرد، والافضل لو نقدمها ساقعة، يعني ممكن نسيبها في التلاجة شوية. وبالهنا والشفا.